متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، نحييكم عبر شبكه راس النوره الاعلاميه. يوم جديد، تغطيه جديده في ختام بطوله ابناء الخبر. اليوم لدينا شخصيه رائعه مميزه. اذا ذكرنا ابو اسماء سعد القحطاني نذكر مدرج الاتفاقي. دعونا نرحب بضيفي وضيفكم الاستاذ سعد القحطاني. ابو اسماء، في البداية نرحب فيك معنا عبر شبكة راس النورة الإعلامية في برنامج ليالي رمضانية. الله يحييكم شبكة راس النورة، وعلى راس أخوي جبير الريامي. نسأل الله يبارك لنا في عشر الأواخر المباركة، يجعلنا من المقبولين إن شاء الله، من عتاق النار إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم آمين. شاكر لكم الاستضافة هذه يا أخوي جبير. تستاهل كل خير. اليوم ختام مميز للأمانة في ليالي رمضانية، كيف شفت هذا الختام؟ والله شهادتي في البطولة مجروحة، لكن الكل شاهد اليوم، الجمهور الكبير العريض اللي حضر والروابط اللي حضرت اليوم واللفة واللمة الجميلة من يعني جميع الأطياف لهذه البطولة. وشاهدنا يعني مباراة مثيرة بهدفين، شاهدنا مراسم ختام مميزة كعادة اللجنة المنظمة في كل موسم، يتميزون ويبدعون بحاجات جديدة. وإن شاء الله الموسم القادم إن الله أعطانا طول العمر وياكم راح تشوفون بعد شكل ان شاء الله اخر وشكل اجمل. البطوله بمجملها بطوله رائعه جدا، لانها تحمل اسم مدينه الخبر، ومدينه الخبر من المنطقه الشرقيه الجميله اللي الكل يعتز ويفتخر فيها. جميل. بعيدا عن هذه البطوله، اجواء رمضانيه دائما احنا نتكلم عنها، واسمع كيف الاجواء الرمضانيه احنا نقول الحاضر والان، كيف تشاهدها؟ والله يشوف كل جيل يمر عليه مراحل. يعني كنا احنا جيلنا نلعب في الشوارع ملاعب ترابيه، نلعب طايره، نلعب نسهر للفجر، الى صلاه الفجر نصلي ونروح بيوتنا. كنا نلعب العاب شعبيه كثيره. الان ما شاء الله الزمن تغير وتطور، الان ملاعب واحتواء في جميع المنطقه، يعني من بغايه من الخافجي الى الخبر كلها دورات رمضانيه، وكل مدينه تتميز عن الاخرى بجو وطابع جميل، ودورات رمضانيه وندوات علميه واحتواء جميل من اماكن ترفيهيه كثيره. احنا في زماننا حقنا كنا يعني عند بيوتنا ما نتعدى، الان ما شاء الله كل شيء ميسر للشباب، الله يعطيهم الصحه والعافيه ويستر عليهم ان شاء الله. اللهم امين. لما نتكلم عن قديم منطقه الثقبه، قبل ما نتكلم عن الثقبه، نادي الثقبة اليوم يعيش نقول فترات. طبعا في كرة القدم نتكلم في مستويات متذبذبة، هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة. كيف تقرأ المشهد في نادي الثقبة؟ والله هو مشهد مؤلم لكل محبين وقاطني الثقبة بصفة عامة، واحنا كرياضيين وقلنا مثلت نادي الثقبة سابقا، صراحة شيء يعني متعب نفسيا لنا، لكن نتمنى إن شاء الله عودة الابن الشاب الوليد بن خالد الصياح ومجموعته الجميلة إن شاء الله أنهم يعودون لنا الثقبة إلى مكانها الطبيعي. اليوم إحنا الثقبة ما هي مسألة كرة قدم، اليوم الثقبة عندها ألعاب مختلفة كثيرة ومتميزة بألعاب جميلة، لكن مهما كان تبقى كرة القدم هي الواجهة الأولى. إن شاء الله أن يعود الثقبة بعزيمة رجاله وبالإدارة الشابة وطموح أبنائه، وإن شاء الله بإذن الله القادم لهم السنوات القادمة بإذن الله أن يعودون ويرجعون مثل ما كانوا أفضل إن شاء الله. اللي يقول يطري اسم أبو أسماء دائما يطري المدرج الاتفاقي. احنا تكلمنا عن سنوات اللي قضيتها في المدرج الاتفاقي، هناك صعوبات في ترتيبات، والله صعوبات في أنا أتكلم عن تاريخ حافل كبير في حضوري للمدرج الاتفاقي من عصر الذهب ومن قبل عصر الذهب، وأنا حاضرت وعاصرت ملعب الدمام سابقا. إذا كان الأخوان المشاهدين، إذا كان لقاء الاتفاق والنهضة الملعب لن تجد فيه مقعد واحد تقعد عليه، هو الاتفاق والنهضة. الله. كانت الرياضة في المنطقة الشرقية فيها شغف رياضي غير طبيعي، لكن بكل أمانة البعد عن البطولات أزاح الكثير من المحبين الكرة في المنطقة الشرقية وتوجهوا للأندية الأخرى اللي تحصل البطولات. لكن أنا عاصرت الاتفاق من عمر، عاصرت من أيام غدرة ومفتاح ولدت مرتاح وعيسى وصالح ولدت فالح وشريف ولدت حريف. أنا كنت يعني بزر صغير. أنا في فترات من الفترات بعد ما نقلنا الملعب الراكة بعد إغلاق ملعب الدمام قبل مسماه الحالي، نقلت ما كان في حتى رابطة جمهور الاتفاق. أنا وأعود لهم كنت أنا بجهود شخصية مني أنا
الطيران، المايك، الاعلام كلها كنت اشتريها من جيبي الخاص، والكثير ما يعلم. الاعلام المقربين كانوا مني وموجودين احياء لا زالوا. كنا نشيل الاتفاق بدون مقابل وبدون اي هدف الا هدف اتفاق، ومع ذلك حققنا البطولات. حققنا الخليج والعربيه، وحققنا الدوري بلا خساره، ورحنا للشارقه ورحنا لقطر ورحنا الكويت، خلف الفريق في كل منطقه. داخليا ما في محل يعني ما غطيناه داخليا. انا عن نفسي جميع الملاعب رحت لها ما عدا ملعب الحايل اللي ما تشرف يعني ما حضر لي الشرف اني اروح له، لكن جميع ملاعب المملكه راح الاتفاق انا كنت خلفها، وليس لي فضل، لان هذا عشق وولاء وانتماء ومحبه للاخضر والاحمر. مهما قلت ومهما سويت انا ابقى يعني اصير انا اصغر مشجع في وجهه نظري. انا ما ازايد محبين الاتفاق على عشق الاتفاق، انا اكون اقل منهم مرتبه. اتفاق جيرالد الى اين؟ اتفاق جيرالد الى اين؟ والله العظيم ايش اقول لك، انا صراحه يعني امس حضرنا مباراتنا مع الاهلي وضاعها للاسف جيراد بتمسكه وفلسفته التدريبيه اللي هو يشوفها، مع اني انا عاشق رياضي اشوف وجهه نظر وانا رياضي بسيط ان كان ممكن احنا نطلع بثلاثه اربع اهداف مع الاهلي، لكن مدرب له فلسفته وطريقته للاسف خسرنا يعني خساره. التعادل لنا خساره بكل امانه. باذن الله يعود الاتفاق الى ما كان عليه. واسمع كلمه اخيره حاب تقولها. كلمه اشكركم اول حاجه اخوي جوير، شبكه راس النوره، شاشة تيفيكم مجروحه، انتم ناس مبدعين مغطيين جميع المناسب الرياضيه في المملكه وفي المنطقه الشرقيه يعني عامه، انتم مغطينها بشكل جميل. انا رسالتي للمشاهدين الجمهور الاتفاق الكبير نقول ان شاء الله نحن نقف وراء فريقنا ونترك جميع السلبيات ونكون ايجابيين بشكل اكبر، ونتعلم من ابناء المنطقه الغربيه كيف الشغف والمحبه في التشجيع والمؤازره بشكل اكبر. واشكرك يا اخوي جوير صراحه بكل امانه، انا لي الشرف اني اكون معاكم. الله يشرفك دارك ويعطيك العافيه باسمك حبيب قلبي، كل عام وانتم بخير وان شاء الله نقول عساكم من عواده. الله يسعدك يا حبيب باسمك، شكرا.